روحك ردتها تجي، شايلها ريش الريح، وياخذني دمعك نهر شايلني للتشريح. نفسيا بيا بقن ضميتهن بوسه، وتناثرا بالهوى ضيحهن التلويح. شهقات آخر نفس طالا خلق تابوت، باوسا خد الخشب قلبه اشتكى التجريح. صدق أبد ما متت، كان ما ضعت لولاك، للموت قلت له نعم باسمك سمعته يصيح. أتذكر آخر عهد منها وردت تبتعد، يا وسمة التوشيح. قلت لك اصبعي عذق بالقاع زرعه يطق، يمتد يشيل السما لو قلت راح تطيح. يمتد يشيل السما لو قلت راح تطيح. اهلا وسهلا بكم احبتي مشاهدي ومتابعي قناه النجباء الفضائيه، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم، ويا ربي لحجاجنا الاعزاء نقولهم ان شاء الله حج مقبول وسعي مبرور ان شاء الله. اليوم احنا مو عيد واحد، عندنا عيدين، عيد الأضحى المبارك، والعيد الثاني هو عيد تأسيس قناتنا العزيزة قناة النجباء الفضائية. فمن خلال مشاهدينا الأعزاء نتقدم لكادر القناة بإدارتها بعامليها بمصوريها بمخرجيها بكل كوادرها ببرامجها، نقولهم كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله يا ربي مليون سنة. طبعا اليوم هو إيقاد أو هذه الأيام هي إيقاد الشمعة السادسة لعمر قناتنا الحبيبة قناة النجباء الفضائية. كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا الأعزاء بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة تأسيس قناتكم قناة العائلة العراقية قناة النجباء الفضائية. اليوم نطل عليكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حبل الوصل، البرنامج الشعري، واليوم حلقة مع شاعر مبدع ومميز، شاعر من مدينة عزيزة وغالية، مدينة علي الغربي، المدينة العريقة الراقية، الرافد الكبير بفنانيها بمبدعيها بمثقفيها. اليوم ويانا شاعر من هذه المدينة المعطاة. رحبوا معي بالشاعر المتألق محمد نوري الفهد. أهلا وسهلا بك حمودي. طال عمرك. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أستاذ أحمد العزيز. وحقيقة من هذه الأيام النجيبة أحب أن أمسي على هذا الشعب المقدام على هذه القناة النجيبة وهي قناة النجباء، ومن الذهبي أحمد الذهبي أحب أن أمسي على الشعب العراقي الكريم، وأحب أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. وحياك الله وشكرا لهذه كل عام وأنت بخير وأيامك سعيدة والصحة والسلامة، كل حياتك سعيدة وشكرا. الله يخليك حمودي. محمد، أول لقاء تلفزيوني، حلقة خاصة لك يعني كخصوصية، أول لقاء خاص وأنا أتشرف طبعا. وأنا هذا اعتزازا بيك وبشاعريتك. أنت من الناس المثقفين والواعين. ماجستير محمد؟ أنا حاصل على شهادة الماجستير، موفق إن شاء الله. والآن إن شاء الله أنا حاصل على شهادة أخرى وهي أول لقاء بجنابك، لأنه أنت حقيقة أستاذنا وحبيبنا. تستاهل وهذا الشيء لا يخفى. والله إحنا كل مبدع بخدمته إن شاء الله. ومحمد الناس تعرف العائلة العراقية وأجواء نعم. عيد، فخلي نفوت بالشعر، هو نعم. المادة الدسمة ببرنامجنا إن شاء الله. وإن شاء الله عدة محاور عندنا نتناقش بها. نحن حقيقة خلقنا حتى نسعد الآخرين، وإحنا اليوم هذا لقائنا هو من أجل أنه نسعد العراقيين، لأنه حقيقة فيا ريت يا ريت والله نبدأ بقصيدة ونهديها لقناة النجباء وللنجباء. قصيدة طبعا هاي لكل المشاهدين طبعا ما شايف النور. يا الله. فإجلالا لكم قناتكم ولحضرتك، يعني حصريا إنها حصريا وللشعب العراقي إن شاء الله. يا قلب اللي تحبهم ما يحبونك. يا قلب اللي تحبهم ما يحبونك، ولو تلبس مناره هم يتيهون. الله. مالك بالدغش خلصت عمرك نار، مالك بالدغش خلصت عمرك نار، بروحك تاكل ومن تطفئ جفونك. الله. فطر بيك انت شو شافوك حايط طين، ما شوك بقصد خاطر يطيحونك. الله الله. ضم ولا تطلع، عوف طبع الخيط بس تطلع شويه وعلي شعلونك. الله. شمعه الله. ومو بديك
وأدري ما ترتاح. ضم ولا تطلع. ضم ولا تطلع، عوف طبع الخيط. ضم ولا بس تطلع شوية وعلي يشعلونك شمعة ومو بديك، وأدري ما ترتاح، تحس روحك قلم لو ما يحرقونك. الله. شايلهم بديك كثر ما عافوك، شايلهم بديك طايح وانت يمهم ما يشيلونك. الله الله. عليهم تنشد اكثر من اهلهم ناس. عليهم تنشد اكثر، وعليك الناس تنشد ما ينشدونك. تعاتبهم عتب عتب، وبحقك يغلطون ويزعلون منك ما يراضونك. الله. وتنطب روحك ومحملك دق 200 ومو 70 محمل ما يحملونك. الله الله. قوة تريد تنزل. عيد هذا البيت محمد. تعاتبهم عتب وبحقك يغلطون ويزعلون منك ما يراضونك، وتطب روحك ومحملك دق 200 ومو 70 محمل ما يحملونك. قوة تريد تنزل وعرك ويا الروح تطيح لهم وتنسى انهم ينسونك. الله الله الله. قمر عايش وياهم غير قلت نجوم، بس لا تشكل هندس ما يفقدونك. الله. عشت لهم نهر من وشل ما يكليش، خربت قاعنا يصيحون خيعانك. من تضحك تشوف ايش قد لك يشرون. وجرب ذوج لحظه ايش قد يبيعونك. الله. ماشية الجرح على لا يظن يشاء زين ويروح الجرح والظل يعيرون. الله الله. طال عمرك. انا كلش احب طريقتك محمد طال عمرك بالالقاء، خصوصا بالمهرجانات. وسام سعاده حقيقي. وهذا التوقف والمستمع او المتلقي ينتظر منك البيت، ولكن تبدا بالبيت الثاني عنصر المفاجاه. هذا وسام سعاده حقيقي. وهذا فن يعني. الله يحفظك استاذ. شوفك من الاسماء الاولى بالعراق، لانه هذا استحقاق. ممتن جدا جدا. حمودي، خلينا نشوف محمد نور الفهد حلقه وصل بين يا جيل ويا جيل، لانه اكيد اكو جيل سابقك. نعم. واكو جيل اجى بعدك. نعم. فنقدر نعرف هذه الاسماء من الجيل اللي سابق والجيل نعم. اللي بعده. بالحقيقه استاذ احمد انت تعرف انه احنا في منطقه بعيده عن المحافظه. اكيد، وانا جاي لهذا السؤال اقول لك احنا مثلا انتم لا للكود ولا للعماره، يعني محير الشيء. انت بعد 100 كيلو عن العماره. نعم نعم. وبعد 100 كيلو ايضا عن نعم واصل. نعم. فمنطقه شبه نائيه خلينا نقول. هذا سبب لكم ظلم اعلام. الموقع الجغرافي طبعا انا احكي جغرافيا. نعم. والا هي على الغرب عريقه جدا. اي نعم اكيد. انت حضرتك اعرف، ولكنه جغرافيا هي يعني نوع من المظلومين يعني. وبدليل انا بدات الكتابه سنه 2004 وانا في المتوسط. اي نعم صحيح. وموجود فيديو على القناه العراقيه الارضيه صحيح. وموجوده صور موثقه. ولكن لبعد هذه المدينه استأنفت الكتابه. نعم. عندما رحت للجامعه حقيقه، داومت ببغداد بحد جامعه بغداد 2009 و2010. استأنفت كتابه الشعر من خلال احتكاكي بالشعراء. نعم. والاجيال اللي يعني لحقت عليها انا حقيقه، يعني اجيالنا هاي شبابنا الطيبه يعني كلهم اسماء حلوين ومعروفين، يعني حتى لا نذكر اسم ويفوتنا اسم. على راحتك. فاسماءنا هاي اللي يجينا جيل التسعينات يعني. براحتك. براحتك. كلهم خير وبركه. براحتك. والحمد لله. وتواصلنا من خلال المنتديات الموجوده في محافظه ميسان. نعم. ومهرجاناتها موجوده، ولكن كاضواء بعيد على مستوى نعم. القطر احنا بعيدين ولا ناوشة بعد المسافه لا اكثر. بعد المسافه لا اكثر. نعم. وايضا لا ولا ناوشة نظر اخرى يعني. نعم. يعني اكو اسباب. الاسباب الاخرى ما نحكيها احنا اليوم. لها موضوع خاص. اليوم معيدين. لا انا اليوم في ضيافتك فرحانين. لا حبيبي حمودي، اريدك سالم يا قلبي. محمد سولف لنا قصه سواء صارت وياك، صارت ويا غيرك، وكاتب نعم. عليها انت او نعم. كاتب عليها غيرك. هذا احنا يعني تعرف مضايفنا ودواويننا كانوا نعم. دائما يتلاطفون ويتسامرون نعم. هذه الامور. نعم. فكثير ما تنطرح بالمضيف سوالف يكون بها رباط. نعم. اما يكون الرباط دارمي او بيت ابو ذيه او قصيده. نعم. الخيار متروك لك يا حبيبي. بالحقيقه طبعا انا ما اريد اقول القصيده ما شايف النور، لانه محتمل انه
وقد انه حقيقه كل قصائدنا وخاصه انا هي ما شايفه النور الا بعض يعني المشاهدات. نعم. فاكو قصه حقيقه هي مؤثره جدا، هسه حتى لو مؤثره بالنسبه لي، ولكن احنا نشوف الجمهور بعدين. ففي احد الجامعات العراقيه اللي موجوده في بغداد. نعم. في جامعه بغداد اكو شخص من الاشخاص يعني حبله بنيه سولفها بالعربي. فمن حب هاي البنيه حبها من طرف واحد طبعا، يعني من خلال فرد مبادله بسيطه حبها. فمرور الايام هذا الشخص بدا يزيد الحب لهاي البنيه طبعا وبدون مقابل. نعم. يعني حتى بدا يشعر بانه لا وفاء الا لهذه البنيه، هو ما شايف منها شيء طبعا، يعني الى درجه انه ما يباوع لاي بنيه اخرى. الولد نجيب طبعا. فيوم من الايام تعرف بالفطره استاذ احمد، تعرف الشعب العراقي، فقال انا اروح كربلاء المقدسه، سلام الله عليك، فاطلب من كربلاء انه يعني هاي الفتاه انه تصير من صالحي، يعني دع اهل البيت، طلبها يعني تقريبا نعم. من كربلاء. نعم. سبحان الله، وهو مخلص الزياره يعني اثناء الرجوع الى محافظته فصار موضوع معين اللي هو انفجار عبوه ناسفه. فهاي العبوه او مفخخه يعني اتت اكلها الى انه درجه يعني اصبح معاق. الله. يعني اخذت رجله واخذت جزء من ايده وجزء من دماغه، يعني اصبح معاق. فرجع لاهله، مرور الزمن هو بقى يعني على الحب الى ان ودى اهله، قالوا انتم تاخذونها الى هاي المره. زين. القصه طويله طبعا ولكن القصيده مرتبطه بها. باختصار اهلها ما وافقوا، السبب معاق والسبب نعم اكيد. ووفي الى درجه الجنون بحيث ما يباوع غيرها، يعني ما وافقوا. البنيه اول رجل راح غير جانب. البنيه مرور الزمن تزوجت صديقه كان وياه بجامعه بغداد. فمن تزوجت هذا الشخص على لسانه او على لسان الشاعر كلك تروحين فدوى النظره من نظرات عينك، ضحى بيا معلمودك بس يشوف اشتاله هيك تجاب هنا. الله. كان من يصفن عليك تحط عليه حتى الطيور العشقه تسمك من كثر ما بيك يصفن وانت ما تستاهلين. الله الله. كان من يصفن جسر وسط المدينه، الله. عيونه طاحت من كثر صفنات عينه. الله. باله ما يرتاح صاير الا يصفن بيش ليله. الله. الشوق صاير عنده شجره مطرزه بواهز نهر تروب حنينه. ليش عيشتي حلم ما بي بطوله ودوره بس يخسر سنينه. الله الله. الله الله. حاضن الظلمه بصفنته ودمع عينه يغرق شراع السفينه. ليش ما فكرتي؟ ما عندش مشاعر بس ضحكتك واصله لسابع جرح. الله. البيه يشمت ليش من ينجاب طار العشق يمه تواكحينه. الله الله. العاشق وعنده كرامه ما يصير بباله لو يسمع حكايه تموت روحه. الله. وروحه تطلع. الله. بال ما عنده وتجرح حكايه الشام الثقيله. الورده من تموت يمشي وياها جناز الهوى. الله. الورد يتفاخر بشمته وشلته خشمه كاسره بخشمه ورد. الله. قانون الورد يحكم عليك بكسر خشمك لحد ما يطفى الضوء. بشف خيالك لابسه الضحكه على قد تقود بيها انتون حصر الفطره حايط هوا صاير بالظل. والله لو عندك مشاعر كا زرعت بوجهه بس ما تفرح امه الكل يشوف وضع حزينه. الله. يا الجرح حتى امه. اي ليش؟ مو الله جميل والله ما ينشاف بس عنده رحم. رحمه الخلاش كل شو خايف يمسك هوى، حتى من نظرات عينه يخاف.
لا تجرح كيانك. واز اروح على الحرام وهسه صار يبوق نظره. الله. النفس فتشي حضاري وصار يشتمك عرس. النفس مسقط راسريه وما تدق باب النفس. الله. والله من يشتاق لك يقلب الدنيا وخفنا لا يقلبها بينا. الله الله. والله من يشتاق لك مثل الطفل لو ماتت امه يشوف كل شيء اسود عبايه. الله. بلا مبالاة التوارد بعد ما يعبر علينا. ليش كل ما شاف وجهك يبدي صفحه وانت تبدين النهايه؟ ليش ما جيتي وقلتي؟ قلت اشوفه حتى يشعر بالحياه اللي بيها ما عنده بدايه، حتى يبدي، حتى يعرف منا شو تريدين. المرايه الكاتله بوجهها ملامح، وجهها صاير مقبره ما بيها احد. الكاتله بوجهها ملامح، وجهها صاير مقبره بس القفاش وبيها الموادع رهينه. روحي تتلقينها بخصرك وصبعك ما حد يخلي له حلقه. روح والله ويا الفقير الراح يلقاك بطريقه. يا اللي لبست الضحكه بدله وناكره بضال العبايه. يا ضحكتك صفرة ترمز للضغينه. يا الخلق يراد لك خلق السفينه. اعزائنا المشاهدين فاصل قصير وراجع لكم ان شاء الله، ابقوا ويانا لا تروحون بعيد. رجعنا وياكم بعد الفاصل احبائنا اعزائنا مشاهدي ومتابعي برنامج حبل الوصل من قناه النجباء الفضائيه، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده ان شاء الله. وضيفنا العزيز الشاعر المبدع محمد نور الفهد، ونقول له اهلا وسهلا بك مره ثانيه. ما هلا الله يزرع عليك. شكرا استاذ. تعبناك اليوم طريق لا بالعكس بعيد. اليوم انا مستانس. اهلا وسهلا. طال عمرك محمد. كل احنا نعم. كشعراء نعم يعني لقينا اجيال سابقتنا وخصوصا روادنا الاعزاء اللي قدموا منجز كبير، نعم، ولكن ما سلط عليهم الضوء بشكل نتمناه. بالفعل. فاحنا من واجبنا انه نذكر اسماء من روادنا وخصوصا اللي بمناطقنا، لانه انت اذا تعمم على العراق يحتاج لك ايام حتى تعدي. بالفعل. فعلى الغربي نعم محمد نور الفهد من الشعراء الرواد بذاكرة محمد نوري، ويريد يقدم لهم شيء بسيط يذكرهم من خلال هذا البرنامج. نعم. وما سلط عليهم الضوء. نعم. بالحقيقة الشعراء اللي في قضاء الغربي الرواد الأغلب يعني في زمان تقريبا على زمان الستينات يعني. اي نعم. يعني حتى انا ما اذكرهم ولا يعني اكو بالكتب موجودين، فانا حقيقه اسمائهم ما تذكرني، ولكن مثلا اللي لحقنا عليهم مثل الاستاذ محمد عريبي يكتبون النص الحسيني طبعا وهم جيدين في هذا المجال. فالاستاذ سيد كريم العلاق طبعا. واللي احنا اجينا شفنا هاي الناس حقيقه يعني. فجينا موجود مثلا الاستاذ طبعا جدا الاعلام ظالمه وهو ظالم نفسه، المهم هو ما علي نور استاذنا كنا طبعا حمزه الصقر. نعم تحياتنا. وتعرف بعد الشاعر احمد العقابي موجودين، ذولا جيلنا يعني. سجاد التميمي، مرتجى سعدون، اكرم كريم، وقائمه الطول ابو سيف الكعبي، هواي اسماء موجوده في جيل. تحياتنا لهم كلهم شعراء وحلوين واعزاز واكو غيرهم يعني انا الاسماء. واحنا تعرف يا استاذ محمد. نعم. يعني البرنامج اسبوعي. نعم. واحنا يحتاج لنا برنامج في كل ساعه حتى نغطي كل شعراء. نعم. لذلك نرجو انه يتقبلون اعتذارنا، واليوم اخذنا نموذج. انا اعتذر من خلالك طبعا الاسماء اللي ما ذكرتها. اخذنا نموذج من جميل ورائع، وان شاء الله تكون الحلقه جميله بوجودك يا محمد. يسعدنا. وخلينا نسمع من قصائدك الجميله الرائعه. انا حاضر. اقول غلط تحتاج وادم هاي الايام، من تحتاج تشبع ذله منهم، تعطيهم عيونك من يشحشوفوا وقت الشوف يطونك ظهرهم. الله. كنت لهم حكي سكت الدواوين وهسه بدردم الخرسه بخبرهم. اشترجى من الفلح لو ما يزرعون، فتق بالقاع يتحول نهرهم. الله. جبت لهم وفاء وباعوا علي دين،
يهون القطع ما لايق لهم. الله. رد فعل المرايه تشوف شو تشوف، عيش مرايه وطيهم وجههم، لا تحتاجهم غير الله موجود. والنعم. خضار البيك بيتكشخ صورهم. الله. غلط بالوردة تشتم وانت سكران، السكرين شاف ويعيرك وردهم. الله. حط قلبك براسك من يضحكون، عصة موسى ما تبلع ضحكهم، خرس القاع شي ما تحكي تنداس. الله. الله. ولها السيسولف بصدرك كركهم، الما ترتاح له من البيضة مكروه. الله. الله. المنحاط بالبومك صورهم، شقق ذكرياتك واحتفظ بيك، صورهم باردة وعينك دفلهم. يجي وقت الحصاد وصاروا وفياي، ويحضن بيك من تنثر عطشهم، تجيب لهم صدق ما حد سمع بي وقالوا ندري ويشيبك كذبهم. الله. صفات الما يكذب ربع عافوه، واللي يكذبون بالك النثر. الله. سلامتك. الله. الله. الله عليك. احسنت يا حمودي. احنا ذكرنا مجموعه من شعرائنا الرواد. اريد بالمناسبه على خصوص المنطقه يعني في اي نعم. اي طبعا احنا اذا نعمم لا نحتاج لنا هواي وقت. احسنت. حمودي اكو شعراء شباب مبتدئين، نعم، تشوف يعني انه مستقبلا يكون شاعر، فمن يذكره محمد نور الفهد ويقول فلان شاعر شاب له مستقبل، يعتبرها شهاده ويفرح نعم. بها ويعتز بها بالفعل. فمنو تشوفه انت من منطقتك شاعر شاب له بصمه وله مستقبل ان شاء الله؟ بالحقيقه طاقات كثر باي مكان طبعا، ولكن اللي نشوفهم احنا نعم وحتى نحس بيهم جاي يستفادون جاي يسالون. شاعر مجتبى البدري، والشاعر سجاد المله اللي هو قبل يوم حصل على المركز الثاني احد المسابقات في ميسان، موفق ان شاء الله. واحمد المله هم حقيقه موفق، وعزام الشمري. نعم. اسماء براعم جميله جدا، الله يوفقهم ان شاء الله. كل التوفيق لهم وتحياتنا لهم. اكو هواي اناس يعني حقيقه. حافظ ابيات لهم محمد تستشهد بها؟ بالحقيقه ما حافظ، لانه انا لست بحافظ جيد. يعني السبب بي مو يعني بالشعر، انا ما احفظ يعني. شوي الذاكره عندي ضعيفه يعني هواي من الابيات توجع مرات، خلينا نحفظها. مثلا بالفعل. انا قبل سنوات سمعت بيت لمحمد الفريداوي. نعم. ابو العماره مو محمد الفريداوي؟ نعم. شاعرنا تحياتنا له. يقول اقضي الليل مو مثل ولد مقتول، مثل ولد كات الليل قضيت. الله جميل جدا. فبقى هذا البيت طابع ببالي. نعم. وتعرف استاذ احمد هم ما عليهم اعلام ولا قصائدهم موجوده حتى تسمعها، يعني قد تسمع بين فتره وفتره قصائدهم. صحيح. لذلك يعني خلي نسمع قصائدك بعدهم. قصائدك حافظها زين ان شاء الله حمود. حاضر. ارد اسولف انا وقلبي. اي براحتك. طبعا توضيح للمشاهدين، هاي طريقه محمد بالالقاء، يعني وين ما يكون بالمهرجان او بلقاء تلفزيوني هاي طريقه القاء. الله يحفظك. تفضل. لا ان شاء الله اليوم بخدمتكم. ارد اسولف عالربع، سمعك ثقيل، قلبه ما لومك اذا سمعك كبر. زين. عند صاحب ينسى من يلقى البديل، الجسر ما يتذكر اذا قبلك عبر. هو هذا الهم يتفيلم صريم، لا تعاتب، قوه ما يهوى الطبر. وانا اقول له براحتك وهو القليل، الما يعرف يطير لا يرسم شجر. الله. اطيتهم من خيطك وحاكوا عليك. زين. اش ما تقصر الخيط تعقرها الابر. عيش وحدك يلظظ مثل الذليل، الما عرف الحسين يتعب بالقمر. الله. هي هاي الناس تفرح باليطيح، وانت شو كل يوم طايح لك شهر. اعدال 10 طفوف طعنات الوراك، طف قفاك يصير بس عط له نهر. الله. لا تذب الصوج على المابي رفيف. زين. الدنيا رفت يوم عباس انتصر، ساتر وما بيعرك ختلة خنيث وربع بول هده خيرهم طفر. الله. تريتهم بس هم باعوك برخيص. زين. ايش حصل العطشان من شاف البحر؟ قلبي
صيتك من متى كتبوا عليه مدري شو مسوي لنا وما حصبر. الله ايش قد احب الناس من تحكي على كيف البير ما مهيوب لو طلع خبر. الله ايش قد احب البير شي واقف وحيد هواي يمه وعاش مطروح النهر. الله السكه زرعوها حجر حكمه صديج متى نوادم رايحه وخلت اثر. بسكه لو طعن اللي يعوفك تدري بيه لا تاني وخذ حكمه من الحجر. الماتوا يرهم البينوح يرحاي بروح وموش بالدلال. يرحاي الاكل مالح وما بيصوت يرحاي بربع الصوت ويلوتشون بي. الله صاحبي الشاف انا اضحك غمدي وزع لي وادم قبل يم انبياء وهو يدري اللي عبرني يظل وراي ليش من الله الالف يقراها يا. انا ما مستوعب انت تحبني يوم مثل ما مستوعب الله يرد رجاء. ليش اضغطك وانا ما حاكي عليك حزام من نحكي بظهر مو ببغاء. الله قبلك معاشر وشاعل 10 دين بالعشر مرات خبه بكل عناء. شيل باك خليه تصير اخوه. هذا قلبه مع المبوي على الوفاء مثل ما تلقى اذا تلقى اعتنيه وعود ما وصيك خلي بقلبه داء. انت ما قاعد بعمرك يوم مضيف ما تفرزن فصل من شادر عزاء. الله ايش جابني وياك البعيد وعلى استعطف عليك. ايش جابني وياك وعلى استعطف عليك. لا تسولف يوم صقر معنا السماء انت ما عندك ولف يعتب عليك. جبت عمرك شمر شو تحب كربلاء. الله الله عليك ابو علي. الله يا محمد الله يحفظك. اكو ناس يستحقون هذا الكلام طبعا واكو ناس لا بالعكس طبعا يستحقون. خليهم هو لولا هؤلاء الناس اللي هم يستحقون كل الحب ما كتبت هذه الابيات. الله نعم الله نعم. جميل يا محمد اجمل وجودك حمودي. خلينا نطلع من جو الشعر شويه. نعم وسولف لنا عن هذه القضاء اللي تحتضن هذا المرقد الجميل. نعم وخصوصا بايام العيد. نعم قضاء على الغربه طبعا للمشاهدين اللي ما يعرفون هذا القضاء من اعرق الاقضيه في العراق طبعا وكان تابعا يوما ما الى ولايه البصره اقدم من ميسان. نعم او من العماره. ميسان اسم قديم على الغربي منتجع الست الزبيده في العصر العباسي. نعم والمأمون تزوج في علي الغرب لأنه كانت تسمى المدينة الخضراء لما موجود بها من خضار وبها من جو حلو ورائع. وحتى بالربيع حسن انت من تجي بعدها شايفها بعد ابو علي حلوه بناسه. سولف لنا على اجواءها بالعيد. جغرافيا كعراقه. اما اجواءها بالعيد بالوقت الحالي يعني اجواءها اجواء ناسنا هاي الطيبه ناس. أيوة. يعني هاي الطيبه الموجوده التواصل المحبه الزعلان احلى يراضونه وهكذا. احلى ما في مناطقنا انه هاي اللي تحبها انت ويحبها ايش كانما عائله واحده. يعني في المنطقه وكنا عائله واحده طبعا. اي نعم بالمناسبه واحد يعرف الاخ. يعني في قمه من الحب والجمال. الله يديم الحب ويديم الجمال ويديم الاخوه بين كل شعبنا وكل اطيافه ان شاء الله. فهي نموذج للعراق انت تحكي. اي نعم نموذج صغير للعراق. كتبت عليها شيء محمد؟ على الغرب نعم كتبت لها. نسمع. كتبت لها صغيره وبيها طيب مطعم بهور. صغيره وبيش طيب مطعم بهور ما ينطوك اهلك لو تموتين. صغيره ومن جمالك شابت الناس وحدر زلفش لقينا ايش كثر غافين. زين يم البيت بيك البيت مهيوب. البيت تصير برزخ من تطلعين. الطين البيك صالح للي يعجدون. تماثيل الحبايب هم تنحتين. خجوله ونفطك من المستح عيون. القصه من الخجل تنقض قرابين. يا طعم الورد بجفوف فلاح خشنه ومن حدرها الطق بساتين. الله عكس الناس بيك الفقره تجار. الله الميت واليحد نفس الموازين. يلم خلي الفقر عن لا يحزدوك وبغضا بالشوارع المساكين. والا الشارع ايش قد قيمته يصير اذا مو فقره ما تحلى الدرابي. الله الله بمخيلتك عمق ما شايله الماي.
للقاطع عمر خلصت تقري، ما تحتاج وقت العوز شادود، يلبس الشعر حاكم تعيشين. عافية ولايتي تشبهين عباس، من اشوفك عن النهر استاهد حسين. بالعاشر تعال تعال وشوفها تقول طف بكربله والبيها طفه. الله الله. الدخيل ينام يمك شن عريس، ماخذ راحته وما يلمح عين. الدخيل ينام يمك شن عريس، ماخذ راحته وما يلمح عين. يا الايدك نبي لمن يعيلون، ويدك مو الش لمن تعذبين. يا المحلي العراق وخصري الاحواز، حالات الشمس بزلوف الروازي. الله الله عليك. الله تستاهل والله، طال عمرك. تستاهل هذا القضاء الراقي الرائع بناسه واهله. طال عمرك. يا رب يحفظهم ويوفقهم وان شاء الله دوم لمة الشمل. استاذ محمد، بما نعم. انه انت رجل لك باع بالشعر الشعبي، نعم. وايضا مثقف من حيث الشهاده، نعم. شهادتك ماجستير، نعم. ما حاولت تشكل فد رابطه منتدى نعم. في هذا القضاء نعم. الرائع؟ حقيقة هذا المشروع قائم نعم. لحد اللحظة، وأنا متفق مع بعض الأطراف نعم على إقامة هذا المنتدى، والمشروع قائم يعني، وإن شاء الله بالمستقبل القريب يرى النور إن شاء الله، يا الله. حضوركم إن شاء الله. يعني نعم أكوش مشروع على الأقل أنه تخدم هاي نعم. الطاقات اللي هو موجودة. أكو منتديات سابقة حقيقة، ولكنه يعني ما اكتملت أو ما استمرت إن شاء الله، ولكن بالمستقبل المشروع قائم وإن شاء الله ينجز. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. زين، تواصلكم الآن بالاتحاد؟ ارتباطنا حقيقة اليوم الارتباط موجود بهذا الاتحاد، اتحاد الأدباء الشعبيين اللي يرئسه كريم الشويلي حقيقة على مستوى العراق، والشاعر محمد أبو العز، تحياتنا لهم اثنينهم. تحياتنا لهم. يعني اكو تواصل موجود، وخلال التواصل الاجتماعي هم أماسي، مهرجانات. الأماسي المهرجانات متواصلين. زين، مهرجاناتك على الغربي، مهرجاناتكم أنا حضرت طبعا أمسي هناك، نعم. وجمهور أكثر من رائع. تحياتنا له. مستمرين بالمهرجانات، متواصلين. كمهرجانات تحياتنا لجمهورنا العزيز. مهرجانات موجودة طبعا وقائمة، وأمسيات هم موجودة. نعم. ولكن أنا أجبتك على سؤالك اللي هو يوجد مثلا في مكان رسمي كمنتدى أو كاتحاد ما موجود، ولكن كأماسي كمهرجانات موجودة، ومتواصلين مع الجمهور. جمهورنا العزيز جمهور مثقف وجمهور واعي، شكرا لله. تحياتنا كل ناسنا واهلنا، جمهورنا الواعي والمثقف. كلهم. خلينا نروح فاصل محمد ونرجع ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين، فاصل قصير وراجع لكم. ابقوا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وضيفنا وشاعرنا العزيز محمد نور الفهد، ونقول لك العام وانت بالف خير وعيد سعيد ان شاء الله. كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، يا رب يديم السعاده عليكم ويديم الجمال ويديم الحب. طبعا ايضا من خلالك نقول لمشاهدينا كل عام وهم بالف خير. كل عام وهم بالف سعاده. بالعيدين، عيد الاضحى المبارك وعيد تاسيس قناه النجباء الفضائيه وايقاتها الشمعة السادسة إن شاء الله. هي قناة العائلة العراقية. نعم. وتحرص على أن تقدم كل ما هو جديد وممتع لمشاهدينا الأعزاء. ويا محمد، إحنا بما أنه في أيام عيد، نعم، ومن فقرات برنامجنا اللي نعم. اسمه حبل الوصل، نعم. شوف محمد، الإنسان ما معصوم بشكل عام، سواء نعم. شاعر أو غير شاعر. بالفعل دائما نجرح بعض الناس بقصد او بغير قصد، اذا ما جارحين احد لابد وان مقصرين ويا شخص ما. لذلك من خلال هذا البرنامج واحده من فقراته نعم. انه نشوف ضيفنا مزعل منه من الشعراء زملائه، ويعتذر لهم من خلال هذا البرنامج بالفعل. اذا حب يعتذر، والاعتذار انا اشوفه هي شيمه الشجعان والله. نعم. ومن صفات الشجاع انه يعتذر اذا خطأ بحق نعم. انسان. فنشوف محمد
نور الفهد ويا من مقصر، مزعل منه ويعتذر من منه من خلال هذا البرنامج. نعم. وشنو رايك بهاي الفقره قبل لا تذكر لنا اسم احد الناس اللي مزعلهم انت؟ ابو علي، الفقره طبعا هو البرنامج بصوره عامه هو برنامج جميل وقناه جميله، والفقره جيده جدا لانه تفتح المجال لبوابه الصلح، والصلح هو ماكو احلى منه. بس انا حتى لا اكون مبالغ، بالحقيقه انا ما احب ازعل ناسي. نعم. وحتى من ازعل ناسي يعني يمكن الليل ما انام حقيقه، يعني اذا ما ارضيه واذا ما هاي من طيبتك. اي يعني حقيقه. وما اعتقد على الوسط الشعري انه احد الشعراء زعلان علي او باق بباله علي. اما على الوسط الاجتماعي نعم، اذا خارج الوسط الشعري كل اصدقائي يحبوني طبعا، وانا احبهم طبعا، ولكن من خلال هذا البرنامج ومن خلال هاي الشاشه الجميله النجيبه حقيقه اقدم هسه هو ليس باعتذار بالشكل الصريح، لانه الموضوع هو ابو علي، انت اخوي كبير ان شاء الله. ان شاء الله. ولا يخفى على المشاهدين، يعني هسه انا ما امثل نفسي بهاي السالفه، قد امثل غير ناس حتى شلون نقول المنفعه. احد الاصدقاء حسيت بنفسي انا ضايقته. نعم. ومن خلال هاي المضايقه حسيته يعني زعل علي. هسه سواء كان بخطا او من غير خطا، يعني احب انت بكل من خلال هذه الشاشه حتى يعني تعظيم جلال لهذه الفقره انا مضايقه او يحسوا انه انا مضايقه، فانا احب اعتذر له واحب اقدم له قبله حب على قلبه وعلى جبينه. العزيز جدا الاستاذ الحقوقي استاذ منتظر ريسان طبعا. تحياتي. حسيته يوم ما انه عيد اسمه وعلى صوتك حتى. الاستاذ منتظر ريسان عزيزي واخوي وكل ذي، ولكن حسيته ضايقته، وانا فعلا ضايقته في احايين معينه. نعم. حسيته زعل عني، فانا اقدم له من خلال هذه الشاشه الجميله الحب والاعتذار وكل معاني السلام والموده. عافية عليك محمد، ان شاء الله سمع اعتذارك إن شاء ويقبل الله. اعتذارك ان شاء الله، وتتصل بي وتعايده. لا هو ان شاء الله مثل قلبي، وتعايده وتعزمه على غدا. ان شاء الله ان شاء الله. لو تريد هو يعزمه. هو لا هو بيتنا بيته دائما، يعني هو يجي ويروح ان شاء الله. الله يديم دائما يمهم. الله يديم الخوه. الله يطول عمرك. وان شاء الله ما يزعل، وان شاء الله يتقبل اعتذارك. وخلي نروح. شكرا لك لهذه الفقره. خدمتك. خلينا نروح للشعر يا محمد. نعم انا حاضر. من قد ما مودع ناس قمت استغرب المليء. نعم. ومن قد ما قد مليت قمت اعشق اجواء البيت واتونس على الخنق. الله. طلعوا من دليلي هواي قمت الشابه ويا الناي، من تنفخ حدر مكفاي تطلع وانا محترق. الله حلو. اشك بروحي ما شكيت بيك، وحتى لو ما جيت اقول ان عجبته الفرقه. وصلت لمرحله من اشتاق يقلبني الخليفه اوراق، اطيح عن طيحه الورقه منمشي بهور ما انشاف، دورني على كيفك ناي قصبه بدور ما تلي. الله. احس براسي صوت تفوف هوسه وطبل صفق جفوف، اصفن العتها ست خالات والماخذ اخوهن مات لبنه وكلهن مكيفات لو سمحن الصفق. الله. دايخ عايش لوحدي يهد بي البلم مردي، قلب من الوفه مصدي اثكل العاشقه منحدي، طبع علمني بي جدي يا ابن ما وصيك بالك يا جدي، قبلك احباب هواي عافون وحدي. الله. وصاني على هاي الناس قلل بيها رفعت راس جد وبالك الدنقه، هو سيفه ما بي خير وقت الحرب ما محسوب، هم يحتاج للدرقه. لا حتى النفس لما راح لو شايل لي 7 ارواح من يرجع لما شيء. الله. الله. سمعتك قبل اللقاء محمد تقرا نعم. ابوديات. نعم. لغيرك. اي نعم نعم. ايش حافظ من الابوديات هاي النكهه اي نعم. الشعبيه الجميله؟ الابوديات الراسخه حقيقه. انت مساء ذكرت خوش معلومه، قلت الابيات اللي قويه انا احفظها من تلقاء نفسي. اي نعم. فانا حفظت ابوديات من تلقاء نفسي، منها
للشاعر سمير صبيح يقول ارخصك على الجروح وهاث خلت لجمه وخاف قلبي يريد، خل مشيت وياه قبلك راح، رخصك على الجروح وهاث خلت لجمه وخاف قلبي يريد، خل مشيت وياه قبلك راح، خل اجل ما يشتري عاين علي. علال محمداوي المجري يقول بحياتي ما ظلمت احد ولا ذيت ولا ضميت راس بطق ولا ذيت، حليت بحلق شماتي ولا ذيت الخرس طلعت لسنها وحكت ذي. وكثير من ابو ذيات هسه رداعته. الله. نعم. الابو ذي اختصاص. نعم. لون من الوان الشعر. اي طبعا. من كمل هزوجه. اكو شاعر في قضاء الغربي اختص بالابوذيه؟ نعم. موجود عباس الدلفي وابو ذيات جميله جيده. انا تطلع هذا الاسم جيده جدا. وانا قد نسيت اسمه مع ذكر الشعراء، ولكن هو صاحب هذا اللون. عباس انا احب عباس لون جميل جدا واسمع له. وابو ذيات بيهم لوحه. اي طبعا. حافظ له بيت ابو ذيه؟ والله يعني حافظ له بيت او شطر من البيت. نعم. مثلا يعني حافظ له جناس او بس بيت بصوره كامله ما حافظ حقيقه، بس قلت لك انا من النوع اللي يعني مو حافظ جيد. نعم. بس يعني اتذكر انه الوقت. تحياتنا لعباس الدلفي شاعرنا المبدع والمتألق. وخلي نروح لقصيده من قصائدك احنا قبل لا يداهم من الوقت يا محمد. لا انا حاضر حتى لا يفوتني انه ان اقرا الى هذه البلاد العزيزه حقيقه. مخبل وما عنده واس، والحياه ايش كثر صعبه بهالبلد ما عنده واس، والورد عمله قديمه ببنك جاهل جاب عمره يعوف بيته ويسرق عشوش النوائس، والشمع يحرق بروحه مو غشيم يريد يخلص، غاثل باقي المدارس الله. ودى ابنه يريد يدرس يريد ينجح وابنه راسب، بس الاول كيف الاول ابن حارس، غلغش النجمه ونهبها وطفى عاصمه البريق ومن حلمها انحرم فارس، والمحطه بلا مسافر ذيب خارطة الغريب، اخوان يوسف صار واطلس والبلد من قد قميصه والهدوم تريد عابس، ويا له ثارات البلاد حسين كتلوه من جديد بلا جيوش بلا قتال بلا رسايل، حسين ودوله الفرات، حسين ودوله الارامل، حسين من شاف العراق العطش ظل يمشي بضميره وشاف منظر طوره نايل الله، وانقتل قبل الجميع، وطاع عبد الله من ذي من شاف حره المزبايل، اخ كم طف عوزكم من كف عويل، الضحك عوز وعاسة الميت ثواب، والكريم يبيع بيته وما يدق بيبان غيره لان هو جفوفه باب الله، واخ يا قذلة بلادي والكريم الضحك عوز وعاسة الميت ثواب، والكريم يبيع بيته وما يدق بيبان غيره لان هو جفوفه باب، واخ يا قذلة بلادي المشط ما يرهم خليل، ليش يا شجرة كبرت الشجرة صحر العشق هو المستحيل، طيحت العاشق وقوف بعد ما طايح ركض ثاثار رجلش بها خوف، وهو ما عنده دليل والعليل انطاش عمره وجاء كل عمره عليل. الله الله عليك. الله يا محمد. الله احسنت. محمد، شلون الذائقه قضاء على الغربي؟ الذائقه الشعريه. نعم. الحقيقه حتى نكون اكثر صراحه، الغربي بيه جمهور مثقف. نعم. بذائقه طيبه، ولكن للاسف الشديد وانا من خلال برنامجكم الكريم اوجه عتبي الشديد انه يعني الكثير من هذه الذائقه طيبه، هذه الذائقه جميله، انه متى تحضر المهرجانات او حتى وان كانت حاضره تبتعد عن
الشعر الجميل. مستحيل اكو ذاك ما تروح تحضر مهرجان، مستحيل. حتى وان كان حاضر يا ابو علي، انا اعتب عليهم يعني حقيقه عندهم نوع من الخجل، نوع من المستحى. تعرف خلينا نحكيها بالقلم العريض، اليوم الشاعر يحتاج انه تشجيع، يحتاج لتصفيق، يحتاج لكذا. احنا رايحين مكانات اخرى نشوف الجمهور يعني في حاله وهج امام المنصه. في علي الغربي يعني بالحقيقه هذا الوهج ما موجود. بس مرات في تصفيق كاذب. انا مو اقصد مجامله، ما اقصد هذا التصفيق المجاني. نعم. او الصراخ والعويل يعني المجاني. انت تشوف اكو شعر بس مو اكتفاء. يعني احس على سبيل المثال نحكي بالعامي، يعني احس اكل بروحه على بيت معين، ولكنه هذه الطاقه وهذه الروح اللي بداخله على هذا البيت يعني ما يطلع. يستحي. يعني قد يستحي، قد يخجل، ما اعرف. هذا جو على الغرب دائما هو يمتاز بهاي هاي الصفه اللي الصفه من الخجل طبعا. وانا اتمنى من ذائقتنا الجميله جدا وذائقه خطيره عندنا، ولكنه اتمنى تصدح بصوتها الى هذا الشعر الجميل. نعم. اتمنى ان شاء الله. زين خلي نسمع شعر واحنا بالدقائق الاخيره يا محمد. احنا حاضرين. اي والله. عندي رساله احب اوصلها الى شخص ما، شخص هو عزيز على الجميع تقريبا، ولكنه بعيد بالمعنى الحرفي، ولكنه قريب من الارواح. رساله الى علي بن ابي طالب. سلام الله على ابو الحسن. خلينا نخليها مسك ختام. يلا ان شاء الله. اقول له ارجع عيش وشوف الدنيا، واجبر خاطر هاي الناس مكسوره وما حد يجبرها، والعاقول استفحل كلش حد ما شوه وجه الياس. الله. والعاشق ظل يشتم بيده، ويكتبون الذكرى بحايط بيدخان وما ينباس. الله. والما ينكر خنقوريته ومو حامض، لا ظل ينداس. مهجوره بيوت البدايه، والديوان العاكف خالي ومتروسه بيوت الترباس. الله. تشوه درب التبانه، باقوا من يم الفانوس وضووا جامع يم الحانه. ببابه يقتلون اليسكر، ببطنه يضمون ارواح. اليسكر حيل يحب الله ظل يخاف وخطفه وحبه، للجامع ظل ما يرتاح. كل شبه الدنيا مشوهينه، حتى البلبل ظل يخاف. اغتصبوا منا التغريده، انطوا منصب ما بيغبشه، من الصفر له يزبيده. والما عنده يدور فياي، عاشق لليل ومو عاشق، واكثر واحد عنده شهود اول باق اكثر. والليل الما عنده يدور فياي، الما عنده يدور فياي. عاشق لليل ومو عاشق، واكثر واحد عنده شهود اول واحد باقوا حقه ومشوا من جواه الماء. باقوا من يمنا العباس. الله. ظل واحد ياكل بالثاني، جوعانين وما مش قنبر، قبتك بها فلوس هواي. وناسك تعبت حد ما تعبت، شي فقره ورايحهم جاي. وبسلامتكم. احسنت يا لك الحسنى، لك الحسنى. شكرا جزيلا لك. اليوم تعبناك. بالعكس. وسفر وطريق مستانس جدا. كل عام وانت بخير مرة ثانية. كل عام وانت والشعب العراقي وهذه القناة المباركة بألف ألف خير وسعادة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. إذن أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة النجباء الفضائية وبرنامج حبل الوصل، هكذا شارفنا على نهاية هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحيات كادر العمل من الأخوة المصورين والإنارة والديكور. أطيب المنى مني أنا في الإعداد والتقديم أحمد الذهبي، وأجمل التحايا من المبدع المخرج حيدر خالد. حتى نلتقي في أمان الله.